السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهاردة بقى فيديو جديد مختلف شوية، يعني اول مرة اعمل معاكم الاكلة دي على القناة. تمام. بصوا بقى يا بنات، الفخدة دي طبعا فخدة خروف. تمام. الفخدة دي من ايام العيد وكده لما ذبحنا الخروف وكده. معايا هريسة شطة هعملها بقى. معايا هريسة شطة، معايا عسل، معايا فلفل، طماطم، بصل. تمام. مش هحط فيها توم، هي زي ما انا ما قلت لكم كده، لاني التوم بيبقى يعني بينكه الاكل، يعني بنكهته عاليه شويه عن البصل. تمام. هضرب كل دول في الكبه. تمام. هبتدي بقى ان انا هضربهم كده الاول في الكبه، وبعدين هبقى احط عليهم بقى هرسة الشطه والعسل. العسل عامه مع اللحمه الضاني بيديها طعم ولون حلو جدا. تمام. يعني في ناس بتاكل بتغمس العسل باللحمه الضاني، فاهمين؟ بس كده هنزل كده بمعلقه عسل كبيره، مش هكتر. تمام. وبعدين هنزل بمعلقه هريسه شطه. هريسه الشطه دي حلوه، فيها طبعا فيها بابريكا مدخنه، والمكونات بتاعتها بابريكا مدخنه وشويه توابل كده. تمام. ومعايا بقى شويه شطه، ملح وفلفل اسود، شويه كزبره بتدي ريحه حلوه للاكل، معايا ليمون. آه تمام. بس كده، ده اللي انا هتبل بيه. تمام. انا طبعا تبلت الفخده يوم كامل، يعني انا تبلتها من بالليل وعملتها تاني يوم الصبح. تمام. هنزل برضو بالملح وهدوق التتبيله، عشان خاطر لازم تكون الملح بتاعها مظبوط، عشان مش هينفع تزودي لها ملح ولا اي حاجه. تمام. هزود شويه كمان اهو، وشويه فلفل اسود زياده. طبعا حابه تحطي زبادي براحتك، حابه تحطي لبن رايب براحتك، بيطري العجينه، بيطري سوري بيطري اللحم. بس انا بصراحه ما حبيتش اللبن الرايب، وحسيت ان هي كده اخف. بصوا بقى، هبتدي ان انا اشققها كده عشان خاطر التتبيله تخش فيها، لان هي طبعا اللحمه ما شاء الله، يعني الفخده ما شاء الله كبيره. تمام. فانا طبعا ببتدي اغرس كده فيها. وطبعا يا بنات دي عزومه، مش لينا طبعا. بس كده اهو. هبتدي بقى ان انا اتبل كده بالتتبيله، وهستخدم ايدي، يعني معلش انا ايدي نضيفه الحمد لله وكل حاجه، بس هستخدمها. تمام. انا طبعا طول الوقت ببقى، طول ما انا واقفه في المطبخ قطعت بصل بروح اغسل ايدي، قطعت طماطم بروح اغسل ايدي كده. ده طبع فيا، يعني طول الوقت ببقى طبعا معايا ميه، وبيبقى تحت الميه على طول، بحب اغسل الحاجه واشطف الحاجه كويس. تمام. طبعا انا اديتها شطفه، لان هي اللحمه طبعا ما بتتغسلش، بس انا اديتها شطفه كده سريعه، مش لاني ما كانش فيها اي حاجه خالص. تمام. وبتبلها كده، وبدخل التتبيله كده جوه اللحم زي ما انتم ما شايفين كده. ولازم يعني تتبليها بايدك. يعني انا ما كان عندي كلوفز وعندي كل حاجه، بس انا مش حابه ان انا، يعني مش هعرف اتبلها كده، لازم استخدم ايدي، لاني لازم اعمل للحمه زي مساج كده، زي ما انتم ما فاهمين ما شايفين كده، هي كبيره ما شاء الله يعني. فمحتاجه ان انتي بايدك كده وتفضلي تدخلي فيها التتبيله، عشان طبعا يبقى كل اللحم كله شارب من التتبيله، وتقدري طبعا، لان هي عظم وفيها عظم، واللحمه فيها كتير مكدسه يعني، فلازم تفضلي تخرمي فيها كده بالسكينه زي ما انا ما وريتك، وافضل ادخل التتبيله فيها. تمام. طبعا انا ما عنديش صواني كبيره قوي اللي هي ان انا احط فيها، الصينيه كانت صغيره عليها شويه. تمام. بس انا اتصرفت يعني الحمد لله. فتمام يعني. تمام. بصوا انا بنغز بيها كده بالسكينه كده. تمام. عشان خاطر التتبيله تدخل فيها. وطبعا انا ما حطيتش زيت ولا حطيت سمنه ولا اي حاجه، لان هي زي ما انتم ما شايفين بيبقى عليها طبقه دهن من فوق، ده اللي هيسويها، وهيبقى طعمها حلو جدا، يعني فوق ما تتخيلوا. بس اهو زي ما انتم ما شايفين، عماله طبعا اتبل كده. وطبعا الموزه دي لحمه الموزه، فانا طبعا بصوا عشان ادخل فيها التتبيله وكده لازم اتبلها كويس. ها. بس كده. والتتبيله دي حلوه جدا، ممكن تعملي بيها لحمه مشويه اذا كانت ريش او لحمه شرايح فليتو للشوي. برضو التتبيله دي حلوه جدا، وبتدي ريحه رهيبه جدا جدا جدا، زي
وكمان ممكن تعملي بيها الفراخ المشويه كمان في الفرن، في فرن البوتاجاز عادي، مش شرط على الفحم ولا حاجه. وطبعا يا بنات احنا الجو حر جدا الايام دي، فمش عارفين نشوي ولا عارفين نعمل حاجه، لان طبعا احنا بنشوي بره كده قدامنا زي روف كده، فبنشوي فيه، بتبقى قعدتنا فيه وكده. بس مستنيين الجو يشتي شويه عشان الجو حر جدا. تمام. بس اهو انا تبلتها وقعدت اعمل فيها زي مساج كده. بصوا، هي الافضل ان انتي تتبليها قبلها بيوم وتعملوها. ده افضل حاجه. وطبعا ما عندكيش وقت، عادي 2 3 ساعات في التتبيله في التلاجة، بس تغلفيها كويس بورق فويل، او لو عندك ورق استرتش براحتك. انا ما كانش عندي ورق استرتش فغلفتها بورق فويل وحطيتها في التلاجة لحد تاني يوم. انا كانت تقريبا كانت حوالي الساعة 6 المغرب تبلتها، وعملتها تاني يوم حوالي الساعة 12 الظهر. تمام. عشان هي انا سبتها قعدت في الفرن 4 ساعات. تمام. احنا كنا فطرنا يعني وتمام وكل حاجة، ما كناش جعانين، بس انا عشان عندي الفرن بطيء شوية فحطيتها 4 ساعات. تمام. وغير كده كمان لازم تكون مستوية، يعني لازم اللحمة تكون مستوية زي ما انتم زي ما هتشوفوا يعني كده. فحاسبها. بصوا انا بقول لكم هنا هعملها لتاني يوم. تمام. انا تبلتها كده لتاني يوم، هدخلها عادي التلاجة. تمام كده. هنا بقى كان تاني يوم. طبعا مش هعمل جنبها اي حاجة غير رز. ف رحت كان عندي خضار في التلاجة، كان عندي كوسة، كان عندي فلفل كوبي اللي هو الاخضر، طماطم، بصل، بطاطس. طبعا عندي خضار تاني اللي هو البزلة او الفاصوليا او كده الخضرة، بس محبتش احط فيها لاني هحولها لتورلي فمش هينفع. تمام. فاكتفيت بالخضار دوت. هبتدي بقى هنا اغلفها زي ما انتم شايفين كده. ببتدي افرش ورق الفويل ومش بقطعه عشان خاطر الفه واغلفها كويس جدا من بره عشان خاطر تستوي كويس. فاهمين؟ وده ورق زبده. تمام. بقيت اقطع كده على قدها. تمام. بس كده اهو زي ما انتم شايفين. لازم تغلفيها كويس كويس عشان خاطر تتكمر وتاخد وتستوي. فاهمين؟ لان هي لحمها كبير، فاللحم الكبير لازم يكون ياخد سوا عشان يبقى حلو. فانا حطيت شويه زيت بس صغيرين كده عشان لما انزل بالفخده. اهي الفخده زي ما انتم شايفين كده. هنزل بقى. بصوا التتبيله اللي فضلت من اللحمه قلبت فيها الخضار وحطيته فيها زي ما انتم شايفين كده اهو. تمام. بس كده هنزل بقى باقي بالخضار زي ما انتم شايفين. وطبعا مقطعه الخضار كبير عشان خاطر طبعا يتحمل الحراره بتاعه سوا الفخده. تمام. تمام يا بنات. هتبله زي ما انتم شايفين كده، وهحطه بصوا حواليه كده. تمام. واحط من تحت كده كتير. تمام. لازم يكون عندك اي بقى خضار انت حابه تحطيه براحتك خالص. حابه ما تحطيش خالص، حابه تحطي بصل بس، تقطعي شرايح بصل تحطيها حواليه، كل الكلام دوت براحتك خالص. بس شكلها تحفه، والوان الخضار كانت حلوه جدا. بس انا عن نفسي يعني الخضار ده عمل طبق جنب الاكل. تمام. بحيث ان اللي هياكل يعني يبقى ايه، يبقى في حاجه جنب الفخده. تمام. ده كان رأيي. تمام. بس كده انت حابه ان انت تعمليه بس مندي او كده براحتك خالص. بس انا عندي الفرن صغير بتاع البوتاجاز، صغير مش كبير، انا بوتاجازي صغير مش كبير. ف اضطريت ان انا اعمل الخضار كده بس تحتيه، لان انا لو هعمله مندي هسويه الاتنين مع بعض، الرز مع الفخده. تمام. بس كده. وطبعا يا بنات ما كانش في وقت ان احنا مثلا نوديه مطعم او حاجه يتعمل وكده نعمله مندي. هنا متاح الموضوع، فما عملته انا بقى في البيت يعني. تمام. بس كده خلاص هدخله بقى الفرن. بصوا انا مغلفاه جامد ازاي. هدخله بقى الفرن كده زي ما انتم شايفين. بصوا الفرن صغير. تمام. بس يعني انا يعني ظبطته وحاولت ان انا ادخله كده جوه شويه يعني عشان خاطر ايه يتظبط. هعمل تقليه اللي هي بصل متحمر في الزيت. تمام. عشان خاطر ارشه على الرز. تمام.
بس كده. لو عندك بقى مكسرات او جزر مبشور، زبيب، تعملي الكشنه براحتك. بس انا عملت بصل محمر زي ما انتم ما شايفين كده، بس قطعته تمام كده. هسخن بقى الزيت وهبتدي ان انا احط البصل في الزيت يكون سخن تمام. مش هحط له اي حاجه خالص، مش هعمله بدقيق، مش هعمله بنشا، مش هعمل اي حاجه خالص تمام. بس كده اهو زي ما انتم ما شايفين كده. هسيبه بقى يتحمر على النار وبعدين هرجع تاني. هنا بقى هبتدي اعمل الرز يا بنات زي ما انتم ما شايفين كده تمام كده. كانت خلاص الفخده بس خلصت يعني، قربت تستوي يعني، خلاص كانت استوت خالص. هوريها لكم دلوقتي. هنا بقى هبتدي اعمل في حله هنزل فيها بهارات صحيحه، حبهان، ورق لوري، لومي، قرفه عيدان تمام. زي ما انتم ما شايفين كده اهو، من غير اي حاجه، بمعلقه سمنه تمام كده. هنزل بقى بكوبايتين رز بسمتي، طبعا حسب الكميه اللي انت عايزاها يعني. هبتدي ان انا اشوحه مع وشويه ملح. هبتدي ان انا اشوحه في السمنه وبعدين هنزل عليه بالميه تمام، ميه مغليه براحتك خالص. انا ما بنقعهوش يعني، ساعات ما بنقعهوش، عملته على طول يعني، لاني كان خلاص يعني المفروض وقت غدا، كانت الساعه 4 تمام. اهو زي ما انتم ما شايفين هنزل بقى بالميه السخنه اهو. طبعا بصوا انا مش بنزل بمعيار، انا بنزل يعني معيار عيني كده، اتعودت خلاص يعني. بس كده هغطي عليه. والنقط السوداء دي بتاعه الحبهان لاني انا بفتحه. بصوا بصوا الفخده خلاص خلصت اهي، زي ما انا بوريها يعني زي ما انتم ما شايفين كده خلاص استوت تمام. هفتح بقى عليها الشوايه خلاص من فوق. بصوا تحفه، كانت تحفه وريحتها رهيبه جدا. وريحه البصل مع الطماطم والفلفل الالوان فظيع تمام كده. شلت الورق الفويل من عليها وسبتها زي ما هي كده، وهبتدي ان انا ادخلها الفرن ولا عليها الشوايه. هنا معايا مسحوق الكبسه ده تمام. نزلت بمعلقه توابل كده بتتجاب معروفه يعني. ونزلت كده بنص معلقه كركم بسيطه وشويه ميه صغيرين جدا 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 تمام. حابه تعملي الرز دوت ابيض زي ما هو، عايزه اقول لكم طعمه حلو ابيض يعني، بيبقى طعمه حلو. هبتدي ان انا انزل على نص الرز بالتتبيله اللي انا دوبت فيها كده اهي زي ما انتم شايفين. انا عايزاها تقيله كده. والتتبيله يا بنات فيها بصل، فيها توم، فيها توابل الكبسه كلها، بيبقى زي معجون كده تحفه جدا. معلقه منها اكنك عملتي اصلا، جبتي توابل الكبسه كلها تمام. هنزل بقى بشويه بصل كده وهغطي النار عليه، مش هقلبه، هغطي سوري النار طبعا وطي عليه خالص شمعه. هبتدي ان انا اغطيه تمام بشويه التتبيله اللي انا حطيتهم عليه كده. عايزه اقول لكم ريحته وطعمه كان حلو جدا، وفكروا ان احنا عاملين الاكل ده بره تمام، يعني عاملينه في مطعم بره مندي. بس كده اهي الفخده زي ما انتم ما شايفين، مولعه عليها الشوايه، شكلها طبعا حلو. بصوا زي ما انتم ما شايفين كده، كانت حلوه قوي قوي. انا اول مره اعمل فخده في البيت يعني. كان دايما بيكون مثلا بنعملها في مطعم او كده ونروح ناخدها يعني، فاهمين؟ بس او بنشتريها من بره. بس كده قلبت بقى الرز في بعضه. بصوا حبايه لونها ابيض وحبايه لونها اصفر، اللون اللي هو الاصفر اللي هو زي مش اصفر اصفر تمام. برضو لو عندك الوان عايزه تخليه احمر براحتك برضو، يعني احمر على ابيض وكده بيبقى حلو برضو تمام. بس انا مش عايزاه مندي، انا عايزاه كبسه بس كده. طبعا انا عندي نفس المعجون بتاع الكبسه ده، عندي منه مندي تمام، وعندي منه برياني حلو قوي تمام، وريحته حلوه جدا. انا ببقى حاطاه في التلاجة كده، ما بستخدمهوش كتير، بس بيبقى حلو قوي في البيت، ان انت ممكن لو عملتي اي حاجه بتكون موجوده يعني، فاهم يعني، موجوده عندك. بس كده غرفت الرز زي ما انتم شايفين كده، حبايه وحبايه، لونه حلو جدا. فهبتدي بقى ان انا اطلع
الفخده طبعا لازم احط حاجه على البتاع عشان خاطر ما يطقش يعني، ما طلعش حاجه سخنه على الرخامه. بصوا زي ما انتم شايفين كده حلوه جدا. معلش بس ما كنتش واخده بالي ان زاويه الكاميرا بعيده شويه عن يعني عن التصوير بتاعي، يعني جايبه ايدي بس. تمام، فانا هوريكم برضو التفاصيل. بصوا بقى الخضار طالع بحاله ازاي. بصوا الخضار طالع بحاله ومستوي تمام الحمد لله، وحلو جدا وخد كفايته في الفرن. بصوا انا الحاجات اللي زي دي بحب اعملها بدري عشان خاطر بتاخد وقت. تمام، فبحيث ان انا لو مثلا عندي ضيف او حاجه يبقى الحاجه جاهزه، ما بقاش مثلا اتاخر مثلا في غدا او في عشاء او كده، فتبقى بدري بدري احسن. انا هطلع الفخده عشان اطلع الخضار، هطلع الفخده على صينيه تانية. تمام، كبيره شويه اللي هي مستطيله، وهبتدي ان انا اطلع الخضار. بصوا زي ما انتم شايفين، ومش مهري ولا اي حاجه خالص. والصوص اللي نازل من اللحمه طبعا انا ما حطيتش ميه ولا اي حاجه. اللحمه كل الخضار استوى من بعضه. بصوا يعني استوى من الصوص اللي نزل من اللحمه نفسها. اللحمه نزلت ميتها ونزلت الصوص بتاعها والتتبيله بتاعتها كلها على الخضار. يعني عايزه اقول لكم كان ريحتها حلوه جدا. واللي مش بياكل لحمه ضاني، انا واحده من الناس ما بحبش اللحمه الضاني، بس اللحمه الضاني يعني الفخده كانت حلوه جدا. تمام، وطعمها حلو جدا، والتتبيله اللي انا عملت. بصوا حته عظمه وقعت من الفخده ازاي، يعني ده معناه ان هي استوت خلاص. حلوه قوي وطعمها حلو وريحتها كانت حلوه قوي، واكنك جايباها من بره، اكني عاملاها من بره. ونفس لما بنطلب من بره مثلا بيكون في عزومه او حاجه مثلا او وكده، بنجيب حاجه من بره مثلا مندي، او بناكل في مطعم مندي او كبسه او بخاري او كده لحم، بيكون جايب لك الفخده نفس اللي انا عاملاها كده، ويمكن كمان اللي انا عاملاها احلى كمان، وكانت اطعم في البيت. بصوا اللحمه بتطلع ازاي، هي كانت سخنه فانا مش قادره امسكها، فبوريها لكم كده بس مش عايزه ابوظ منظرها يعني وكده. بصوا شكلها كان حلو جدا وطعمها كان حلو جدا، وتسلم ايدي. بس كده اهو زي ما انتم شايفين كده، ورشيت طبعا شويه البصل من فوق. وبصوا الخضار شكله حلو جدا وطعمه كان حلو جدا جدا جدا، وعجب الموجودين يعني كله. تمام، هنا بقى خلاص حطينا الاكل، و زي ما انتم شايفين كده صورتها لكم اهي. شكلها حلو. طبعا هجيب اطباق، انا جايبه سكينه عشان اقطع. هجيب طبعا اطباق لان كل واحد ليه طبق. تمام، طبعا بتطلعي الرز اللي انت هتاكليه في طبق وكده، ومعاه اللحمه بتاعتك. تمام، بس كده اهو الفيديو زي ما انتم شايفين كده قدامكم. ما تنسونيش بقى في اللايك وشير وسبسكرايب، واي سؤال اي حاجه انا موجوده معاكم وارد عليكم بكل حب واحترام. تمام، بس كده بصوا شكلها كان رهيب. وطبعا يا بنات الفخده دي كانت يعني عايزه اعملها من بدري ومش عارفه اعملها، فاهمين؟ ف مش عارفه، بس مش مفيش وقت، فجت العزومه طبعا الف هنا على اللي كلها. آه تمام، بس كده بصوا الخضار كان حلو جدا. ما تنسونيش بقى في اللايك وشير وسبسكرايب. باي باي، فيديو جديد.